ميدان هو غريب. لكن من ضمن هذا القصيدة يقول: أتاني بالنصائح بعض ناس وقالوا: أنت مقدام سياسي، أترضى أن تعيش وأنت شهم مع امرأة تقاسي ما تقاسي؟ إذا حاضت فأنت تحيض معها، وإن نفست فأنت أخو النفاس، وتقضي 40 بشر حال كداب الرأس وهشمت بفاسي. تزوج حرمة أخرى لتحيا سليما خاليا من كل باس. فقلت لهم: معاذ الله، إني أخاف من اعتلالي وارتكاسي، لي امرأة وشاب الرأس منها، فكيف أزيد حظي بانتكاسي؟ وها أنا ذا بدأت تروق حالي ويورق عودها بعد اليباس، ولن أرضى بمشغلة وهم وأنكاد يكون بها انغماس. فقالوا: سنة المختار تنسى وتمحى، أين أرباب الحماس؟ فقلت: أضعتم سننا عظاما وبعض الواجبات بالاحتراس، لماذا سنة التعداد كنتم لا تسعون في عزم وباس؟ وشرع الله في قلبي وروحي، وسنة سيدي منها اقتباسي. إذا احتاج الفتى لزواج أخرى فذاك له بلا أدنى التباس، ولكن الزواج له شروط، وعدل الزوج مشروط أساسي، وإن معاشر النسوان بحر عظيم الموج ليس له مراسي، ويكفي ما حملت من المعاصي وآثام تنوء بها الرواسي. فقالوا: أنت خواب جبان، فشب النار في قلبي وراسي. فخذت غمار تجربة ضروس، بها كان افتتاني وابتئاسي، يحز لهيبها في القلب حزا أشد علي من حز المواس. رأيت غرائبا ورأيت أمرا عجيبا في الوجود بلا قياس، وقلت: أظنني عاشرت جنا وأحسب أنني بين الأناس، لأتفه تافه وأقل أمر تبادر حربهن بالانبجاس. وكم كنت الضحية في مران وأجزم بانعدام وانطماسي، فإحداهن شدت شعر راسي وأخراهن تسحب من أساسي، وإن عثر اللسان بذكر هذه لهذه شب مثل الالتماس. وإن لم أرضي إحداهن ليلا وكم من ليلة أمسي حزينا أنام على السطوح بلا لباس، وكنت أنام محترما عزيزا فصرت أنام ما بين البساس. البساس جمع بس يعني القط. فصرت أنام ما بين البساس، ورضع نامس الجيران دمي، وأسقي كل برغوث بكاسي. ويوم أدعي أني مريض مصاب بالزكام وبالعطاس، فإن لم تنفع الأعذار شيئا لجأت إلى التثاؤب والنعاس. وإن لم أرضي إحداهن ليلا فيا ويلي ويسود المآسي، يطير النوم من عيني وأصح لقعقعة النوافذ والكراسي، يجيء الأكل لا ملح عليه ولا أسقى ولا يكوى لباسي، وإن غلط العيال تعيث حذفا بأحذية تمر بقرب راسي. مرة واحد جاني قاعد يسوي كذا قدام، قلت: ايش؟ قال: ابغى اشوف مكان الأحذية. بأحذية تمر بقرب راسي، وتصرخ: ما اشتريت لي احتياجي وذا الفستان ليس على مقاسي، ولو أني أبوح بربع حرف سأحذف بالقدور وبالتباسي. وإن أشري لإحداهن فجلا بكت هاتيك يا ظالم وقاسي، رأيتك حاملا كيسا عظيما فماذا فيه من ذهب وماسي. واحد اتصل بي مرة قال: انت دكتور ناصر؟ قلت له: قال: حسبي الله عليك. قلت له: ليه؟ قال: انت مو تقول اني ان اشري لاحداهن فجلا بكت؟ قال لي: والله انها صارت معي اليوم، ويا ليت فجل اني شاري كراث. وشافتني زوجتي الثانية قالت: شفت الكيس اللي انت جايبه وش اللي فيه؟ ايش اللي جبت لها؟ احلف لها انه كراث، ما صدقت. الين يقول: فصرت لحالة تدمي وتبكي قلوب المخلصين لما أقاسي، وحار الناس في أمري لأني إذا سألوا عن اسمي قلت ناسي، وضاع النحو والإعراب مني ولخبطت الرباعي بالخماسي. أروح لأشتري كتبا فأنسى وأشري الزيت أو سلك النحاسي، أسير أدور من حي لحي كأني بعض أصحاب التكاسي، ولا أدري عن الأيام شيئا ولا كيف انقضى العام الدراسي، فما نفعت سياسة بوش يوما ولا ما كان من هلاسي لاسي. فلما أن عجزت وضاق صدري وبأت أمنياتي بالإياسي دعوت بعيشة العزاب، أحلمنا الأنكاد في ظل المآسي. فجاء الناصحون إلي أخرى وقالوا: نحن أرباب المراسي ولا تحزن ولا تبقى كئيبا، فقد جينا بحل دبلوماسي. تزوج حرمة أخرى لتحيا سليما خاليا من كل بأس، فصحت بهم لئن لم تتركوني لأن قد ظن ضربا بالمداس.